طريق انك انت تعملي لنفسك منظمات كده تساعدك تنظمي فيها المنتجات علشان يكون منظم قدام عينك كده. جربي انك انت تعملي اكلات جديدة وحلوة. تعلمي انك انت تعملي وصفات جديدة وهاتي مكوناتها واعمليها، لان ممكن اصلا انك انت تطلعي اكلة انت بعد كده تعشقيها، او انك انت مثلا تعملي حاجه حلوه انت حابه تعمليها. فجربي، ولان مش مهم من التجربه انك انت استفدتي منها قد ما انك انت عشتي تجربه جديده وعشتي حاجه جديده نفعتك، عملتي وصفه جديده حبيتيها. فاعملي لنفسك اكله جديده او حاجه حلوه عايزه تعمليها اعمليها برضو. رقم 5، اعملي جورنالينج. اعملي جورنالينج واهتمي ببشرتك، اهتمي بشخصيتك، اهتمي بنفسك. اعملي جورنالينج يوميا. آه، هاتي نوت جميلة كده واكتبي فيها اللي انتي حابة تعمليه. اكتبي يوميا الجورنالينج بتاعك، ده بيفرق معاكي، ده بيفرق في نفسيتك جدا. وتتفرجي على حاجة بتحبيها، خصصي لنفسك يوميا كده وقت انك تتفرجي على فيلم حباه، تتفرجي على كرتون لو حابة تتفرجي على اي حاجة انتي حباها، تتفرجي عليها. برضو ما تنسيش انك انتي تعملي لنفسك جلسة تأمل كده، تقعدي فيها مع نفسك، تهتمي باللي انتي عايزة تطوريه في شخصيتك، تفكري